ايه يا لودي؟ ماما بتقولي انك مش عايز تروح المدرسة ليه؟ عشان تشتغل شغلانة حلوة لما تكبر؟ عاوز تطلع انفلونسر وتتكلم في الكورة؟ ما يا ابني ايه الجديد؟ دلوقتي في 50 مليون واحد بيتكلموا فيها، ده اللي بيتكلموا فيها اكتر من اللي بيتفرجوا عليها. ايه عايز تطلع ناقد رياضي كروي؟ اديني امك كده. ايوه يا مولودي، سيبيه يعمل اللي هو عايزه، ما جاتش على واحد كمان. وحشتني والله يا كابتن. وانا زهقت من وشك يا قلب الكابتن. طب قول لي يا كابتن، زعلان ليه من اللي بيتكلموا في الكوره؟ يا عم انا مش زعلان، بس هي لمت وكل من معاه موبايل ونت بيطلع يتكلم. ومن دلوقتي بقول لك فلتر اسئله الحلقه دي. ازاي يعني يا كابتن؟ يعني على سبيل التغيير هستقبل اسئله بس عن رجاله الكوره اللي انا بحبها. تمام. طب سؤال جاي لك من عزوز من ابو قرقاص، بيقول لك ايه رايك يا كابتن في نصوحي؟ نصوحي اعلامي زميل عامل بودكاست هايل وبيتكلم في مواضيع جريئه وحساسه. يعني يا كابتن دي يا ابني الله يخرب بيتك هتقفل لنا البرنامج. مواضيع كرويه وجريئه بس ايه؟ مشكلته صوته عالي والافوره بتاعته. ايه يا نصوحي؟ اقسم بالله ده لو خالي وبيربيني مش هيعلي صوته عليا كده في فيديوهاته. هدي اعضائك وصباحه يا كابتن. طب كابتن ايه رايك في الانفلونسر محمد عدنان؟ ده ملك التوقعات. ده لما بعوز اعرف المتأهلين في الدور الجاي في دوري الابطال بتفرج عليه تلقائيا بس ايه؟ حبيبي عنده مشكله صغيره قوي، كل توقعاته بتقلش منه. يعني دايما ما بيجيبهاش؟ امال بتشوفوا ليه يا كابتن؟ عشان لما بيتوقع ان فريق هيكسب بعرف ان الفريق التاني ولا هيكسب. يبقى ملك التوقعات ده ولا مش ملك؟ شيري يلا بقول لك ملك ولا مش ملك كده؟ مالك. ايوه كده. شيري بتقول لك انها بتحب جدا كابتن مروان سري. طب لما هو موضوع سري بتقولي ليه؟ لا وحشه قوي يا كابتن دي. هي ايه اللي وحشه يا روح امك؟ لا يا كابتن الافيه حلو ما شاء الله، انا بقول وحش انها تحبه يعني. مروان سري ارسنالاوي جميل وهو راجل يتحب وعنده جمهور من الارسنالاويه والبنات بس ايه يا كابتن؟ هو جايبها من قصرها وقال لك ارزع واهبط. يعني اي كلام هيقوله هيخش تحت بند الهبد والرزع. استاذ يا ماريو والله محدش هيحاسبك على حاجه بتقولها. بتحبه انت شكلك يا كابتن. يا ابني ده سوبر ماريو كلنا بنحبه، بس هو لو يبطل يعزم مانشستراويه عنده كفايه منكفه بقى شويه لحسن هو في النكش ما اقولكش. ولا اقول لك تعالى سمعك حاجه رايقه كده انت والجمهور الجميل ونرجع تاني. خد مني كلمتين. استنى حل الكورة وسيبنا في حالنا. ليه بتأفور وتنيمنا؟ انت عن النت مش عدش. اعمل بودكاست متعنا وانت توقع وسمعنا. برا التحليل لا توجعنا. خليك في الكورة ما تقلقش. حلل انت جامد مش قليل. ليه تزعق مش متخيل؟ عايزك رايق هادي وفريش. استنى حل الكورة وسيبنا في حالنا. ليه بتأفور وتنيمنا؟ انت عن النت مش عدش. اعمل بودكاست متعنا وانت توقع وسمعنا. برا التحليل لا توجعنا. خليك في الكورة ما تقلقش. عليش من بلبيش قصدي من بلبيس بيقول لك ايه رايك في الدك؟ اكيد قصدك الدكتور ممدوح نصر الله. ده راجل جميل وفاهم كورة الحقيقة. هو دكتور ومش اي دكتور، تحسه ماسك الوحدة الصحية بتاعة المركز اللي انت تابع لي. يقعد يحكي معاك كأنه على المصطبة في قعدة عصاري وتشربوا شاي مع بعض. بس ايه يا كابتن انت مش معقولة هتشكر وتسكت؟ بس ده لما بيتكلم عن الكورة اصلا. الدكتور ما شاء الله معظم فيديوهاته مؤخرا بقت تنمية بشرية، نصايح حياتية للشباب. غالبا اتجه لتطوير النفس البشرية وفكس للماتشات الأوروبية. طب سؤال من شيكو من القطامية هايتس. يا فرج الله، فيديوهاتي دخلت القطامية هايتس عقبالي. بيقول لك ايه رأيك في الفنان يوسف عثمان؟ الفنان يوسف عثمان فاهم كورة ودمه خفيف وكان بيعمل برنامج عن الفانتسي جميل بس ايه؟ خلقه ضيق وبيتعصب اكتر ما بيتكلم. ده عامل لنص تويتر بلوكات بسبب خلقه اللي اضيق من خرم مناخير الفرخ. واخر ما اتخنق خالص راح يمثل وبطل كورة ومزنوق من ساعتها في غرفة 207 ما خرجش. حد يطمنا على يوسف يا جماعة. طب كابتن عبد الناصر زيدان؟ ده صاحب الحنجرة الذهبية، ده اعلامي كبير وصوته مميز بس ايه؟ هو يسيبه من كابتن خالد الغندور ويتكلم في الكورة شوية. مش معقولة كل حلقاته بيلقح فيها على كابتن بندق. ده لو واكل ورث عيالك يا راجل مش هتبقى شايل منه ومعبي كده. طب بصفتك خبير ايه رأيك في لؤي فوزي؟ عظيم يا ابني والله، واحسن من يفهم في الكورة خصوصا في التكتيك وكل ما هو فني بس ايه؟ يا كابتن انت نمت مني؟ مش قلت لك عظيم يا ابني والله.
يا كابتن. ايوه بقول لك عظيم يا ابني، بس هو بس من كتر هدوءه ورزانته اللي غلب بيهم كابتن عماد اديب ساعات بستخدمه كمهدئ لما عاوز لا مؤاخذه استرخي. غالبا بيسجل الفيديو والعيال نايمه جوه فما بيبقاش عايز يزعجهم. هو بغض النظر عن تعصبه الواضح ضد كريستيانو بس هو اعلامي خطير بصراحه ومسكن كمان بعد الظهر. في سؤال جاي لك من واحد رفض ذكر اسمه، بيقول لك ايه رايك في الكابتن عزيز؟ انا ما بحبش اتكلم عن نفسي بس ايه؟ ولله الحمد، العبد لله اجمد واحد في كل دول. انا يا ابني ما تقارنش، انا فوق مستوى الشبهات، ده انا علامة جيلي. انا طب وعيبك؟ عيبي اني مشغل واحد زيك بيقاطعني طول الوقت. ده انت لولا انت جايبني لورا كان زماني صاحب برنامج ومعلق في نفس الوقت. صحيح، ولو ما شفتوش حلقة التعليق الكروي روحوا شوفوها، وما تنساش تبعتوله اسئلتكم في الكومنتات. واللي صح بس اسكت يا اخي. واللي على اليوتيوب يعمل لي سبسكرايب عشان القناة دي تكبر بقى. بحبكم وما اقدرش استغنى عنكم. سلام.